بسبقهم من الجعار. طول الصرف ده يسير طول السنه بسبقهم من قلب الجعار. ما شفتش ميه الترعه دي نهائي. ما ساعتك المكنه بتاعتها على الطبيعه. ايوه، ما على الطبيعه. على الطبيعه. بس هم بيقولوا ان ترعه التمساح وصل لها ميه دلوقتي. ما وصلتش منين والله ما منين شفناها. يا عم بالله بقى لنا شهرين. بقى لنا شهرين ايه؟ من اول الرز ما اتبدر ما شفنا شكل الميه. اتبدر بالله ما جالنا ميه. وقلنا للباشمهندسه سمر لما زوجني عملنا اللي ما يتعمل. وجت عينات برضه يا باشا ما فيش ميه. والله عملنا اللي ما يتعمل والباشمهندسه كل شويه تقول بيبيعوا الميه. بالله بيبيعوا الميه. العيال البحاره بالله بتلف على الفلاحين. العيال البحاره اللي موظفين في شركه الري في الري بيلفوا على الفلاحين يقول لك انت عايز افتح لك الترعه الذي هات لي مثلا 100 جنيه. ما يطلع الرز اديني شويه رز. شغل شحاتين. البحارين شغالين كده. واقول لك وامسك البحار اديله على رقبته لو انكر الكلام دي. انا بكلمك كلام صح. طب انت لو عم الحاج، لو انت يعني حاسس ان وزير الري او حد من المسؤولين بيشوفوك وكده، ما حدش بيجي يا معلش احنا لا يعني معلش. تعالى شوف على الطبيعه. تعالى شوف الاراضي وشوف كلها. مش عارفين الغله ما حدش عارفين. مشغلين ناس عصابات. والله ما احنا عارفين. ما عصابات. احنا في الدهليه يعني المفروض المنطقه دي تكون فين الغله؟ متوضبه من الميه ومن احنا اراضينا كلها بيرة عايزين غله ميه نروي للغله. ما احناش يعني. طب ايه يا عم الحاج ايه بقى اسم حضرتك؟ احمد ابو حسن. عم احمد ابو حسن. طب ما هو دلوقتي ما فيش ازمه ميه يعني. فين؟ المفروض يكون في ميه. وبتزعل لما بنشتكي. بتقولوا انتوا بتشتكوا مانيش جايبه ميه انتوا طايرين واعملوه. لا بس ده كلام خطير ان البحاره او الناس اللي موجودين. والله العظيم اجيب لك ناس بيفرضوا عليهم علشان يصبوا لهم الميه. مش ده ارض غله ما تروحش هناك يا باشا. بيفرضوا على الفلاحين علشان يفتحوا لهم الميه بالفلوس. طبعا انتم مسؤولين عن كلامكم. مسؤولين. انت الوقت اللي بيننا وبينك ايه؟ مش الاعلام. الوقت صلى على النبي. احنا دلوقتي ما بقول لك في ميه. تعال اتفضل سيادتك شوف الميه، شوف الترعه، شوف فيها ايه. بالله بنسقي ميه صرف. لما مجاري صار. لما شكل الرجاله اتغير. ده شكل الرجاله. ما احنا شايفين المجاري كلهم عندهم فيروس. اهي تعال اعترى هناك. اتفضل سيادتك انت. طب يلا اخد بس يا عم الحاج. ولا عم الحاج ده تبع برضه التمساح. تبع التمساح. والتمساح قدام سيادتك اهي. لا احنا لاقيين ميه ولا لاقيين نيل وما فيش ميه طول السنه. بنسقي من المشروع. يا ابو رضوان الميه جاتك السنه دي في الترعه؟ والله ما انا ما طول السنه. انت جيت في الترعه مره؟ والله ما عم الحاج انت تبع ترعه التمساح برضه؟ تبع التمساحه هنا. امال بيقولوا ان التمساحه خلاص ونزلوا. والله ما جت ميه طول السنه. طب وهي من امتى ما جاتش الميه في التمساح؟ ولا رز جا في ميه طول السنه والله. طب هو يعني مزاجنا من الترعه مزاجنا من الترعه خالص. بنطلع من المجاري دي ونحط في الترعه. انا اهو بننتع من المجاري دي ونحط في قلب الترعه طول السنه. ما عملناش كده. ما احناش واكلين ولا احنا زارعين. احنا ناس فلاحين غلابه. يعني هي ترعه اسمها ترعه التمساح. تمساح جايه من فرع من ترعه الكفر. اهي احنا طبعا يعني الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يا باشمهندس انت كلك بره. احنا على ترعه او احنا مع اهالي عزبه ثانيه. ده طبعا ما اعرفش ده سكر اللي طالع ده يجري ده ولا حرامي. ده سكر ده ولا رز ده؟ ده سكر ده. لا والله ده سكر دي. سيرس ولا سكر ولا؟ لا راح المزرعه دي سيرس. ده بسيرس. اصل احنا دلوقتي بقينا نشك في ان السكر بيتهرب. كيس السكر وصلت. ايوه بس انت كنت موجود هنا امبارح وهم ماسكين السكر. انا كنت موجود بس والله ما رضيت اطلع لهم على ليه ده انت لازم الشعب كله يقف ورا الريس. كنا بنروح نجيب الصرف يا باشا. ما الصرف معلق منها اهي. ونقدر فيها مكانها اهي. تعال اتفضل شوف طنبور المشروع.